لو انت محتار تزرع الجراوة اللي هي سكري او تزرع علف الفيل، هنرد عليك بالفيديو ده وخد مني النصيحة. دلوقتي يا جماعة ده اللي انتوا شايفينه ده علف الفيل. التجاوي دي يا جماعة بتاعت علف الفيل بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طيب بتاعت علف الفيل دي بتنفع في الارض اللي هي الرملة يا جماعة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ما تنفعش غير في الارض الرملة. انما الارض الطينية يا جماعة بتبدأ انت تزرعها في يا جماعة بالظبط زي ما قلنا، تبدأ انت تزرع لها السكري يا جماعة. الارض طينة بينفع فيها الجراوة اللي هي السكري، لكن ما ينفعش فيها العلف الفيل اللي انا بزرع فيه دلوقتي، لكن ينفع فيها السكري يا جماعة. انا دلوقتي بزرع في علف الفيل في الارض بتاعتنا الرملة يا جماعة. الارض الرملة الصحراء تقدر تزرع فيها العلف الفيل ويدي معاك نبات وتقدر تاخد منه جراوة رهيبة. انما عشان في الارض الزرقاء، في الارض الطينة، في الارض الرملة يا جماعة معلش، لو زرعته على السكري مش هتقدر تاخده منه انبات يا جماعه. فانت تزرع ايه؟ الجراوه اللي هي علف الفيل، كده تقدر تاخد منه انبات. عشان وقت الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وصلي على النبي.